السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم بينك ايدياز. اليوم جبت لكم فيديو جدا مهم جدا مفيد وإن شاء الله تستفيدون منه، اللي هو علاج آثار حبوب الشباب وللأبد. فتابعونا. طيب، أول شيء هذه الأغراض هي اللي فعلا ساعدتني على إنهاء مشكلة حب الشباب وكمان آثار حب الشباب. طبعا على حسب إذا حب الشباب سبب هرموني أو سبب وراثي، فبالأول والأخير لازم تستشيرون طبيبة، لكن هذه هي تجربتي الشخصية أنا، فقلت أقولها لكم يمكن تستفيدون. الشيء الأول، على توصية طبيبة كنت أستخدم فوسدين. بس تطلع الحبة وتكون حمرة جدا فهي تكون ملتهبة، أحط الفوسدين عليها بكمية جدا كثيفة على الحبة نفسها، بحيث أنها تغطيها 2 إلى 3 مرات باليوم لحد ما يختفي الحمار. طبعا الفوسدين هو عبارة عن مضاد للبكتيريا. بعد كذا أنا أستخدم الدفرين. هذا عبارة عن كريم، دفرين كريم مش جل، يستخدم يوم ورا يوم، يعني يوم إيه يوم لا، بالليل بعد ما تغسلون وجهكم وتنظفونه تحطون طبقة بسيطة عليه، مع أنكم لازم تنتبهون تبعدون عن المنطقة حوالين الفم وحوالين الأنف وبرضو حوالين العيون لا يجيها أي شيء من الكريم، لأن هذا مقشر خفيف جدا فيوضع على البشرة قبل النوم. وضروري ما تتعرض بشرتكم للشمس إلا لما تغسلون وجهكم جدا كويس بعد هذا الكريم. بعد كذا استخدم هذه الآلة الرائعة جدا جدا جدا، ودي أتعرف على اللي اخترعها لأنه بصراحة اختراع بطل. هي ديرما رولر. إيش الديرما رولر؟ هي عبارة عن عجلة فيها إبر جدا صغيرة، طبعا تجي منها مقاسات اللي هو حجم الإبرة أو طول الإبرة، فتختارون اللي يناسبكم. أنا مختارة هنا 0.5 اللي أستخدمها، جدا رائعة وجدا مفيدة. هذه الآلة لازم تكون خاصة فقط لشخص واحد، استخدام شخصي، ما ينفع أبد أنك تتشاركون معها فيها مع أي أحد كان قريب منك، لا أختك ولا حتى زوجك، ما يصلح أبد لأن فيها إبر. على كذا لازم يكون التعقيم قبل لا تستخدمون الآلة وبعد ما تستخدمونها. أنا أحيانا أستخدم مسحات طبية أو حتى محلول كحول إذا كان متوفر، ما يفرق، أهم شيء النتيجة أنه يكون في تعقيم قبل الاستخدام وبعد الاستخدام. طيب نجي على طريقة استخدام الديرما رولر. أول شيء تروحون الأثر الحبة. أنا ما أحب أستخدمها بصراحة على حبة تكون محمرة أو يعني لسه جديدة، لا، لأن أحس إن فيها بكتيريا، فنستخدمها بس على آثار الحبوب. أوكي، نروح على أثر الحبة الوحدة، نركز عليها، نروح بنفس الأسهم هذا بالرايح والجاي 6 مرات، وبرضو أفقيا وعموديا وكمان بالمائل. طيب رايح جاي على الحبة، أثر الحبة نفسها، على كل آثار الحبوب الموجودة في الوجه، يعني حبة حبة. إذا خلصنا من كل حبة أو كل منطقة حبوب نكمل على الوجه كامل. كيف نستخدم على الوجه الكامل؟ نبدأ بالخد اليمين كمنطقة كبيرة يعني، والخد اليسار والدقن والجبهة وبس. ممكن نستخدمها كمان تحت العيون اللي هو منطقة الهالات السوداء، بس خلوا يدكم خفيفة يعني لا تكونون مرة متحمسين لأن المنطقة شوي حساسة، بس بتشوفون فرق مع لون الهالات السوداء وكمان حتى التجاعيد، فرق جدا رائع. فأنا أشوف هذه الآلة جدا رائعة وسحرية بصراحة. شفت فيها مرة فرق. طيب إيش نستخدم بعدها؟ هو الشيء اللي تستخدمونه أو الكريم اللي تستخدمونه بعد الديرما رولر هو اللي راح تشوفون الفائدة الرائعة من الديرما رولر. طبعا ابعدوا عن المقشرات زي الدفرين اللي قبل شوي أنا حطيته، ما تستخدمينه في نفس اليوم اللي تستخدمين فيه الديرما رولر. الديرما رولر استخدمها أنا عشان أثار الحبوب، كنت استخدمها يوم ورا يوم. طبعا إذا جيتي تستخدمين ديرما رولر راح تحمر بشرتك مدة لا تقل عن 4 ساعات، فحطي هذا في بالك. أنا استخدمها بالليل قبل النوم، أشوف أنه أفضل وقت، راح أضمن أن بشرتي ما راح أحتاج أطلع أو حتى تتعرض الأشياء، فأستخدمها قبل النوم كخيار. وكتركيز مرة يعني يوم إيه يوم لا، أو 3 مرات بالأسبوع إذا كانت الآثار كثيرة وأبغاها تختفي بسرعة، أو حتى إذا أنت بشرتك كويسة لكن تبغين تحافظين على نضارتها تستخدمينها مرة واحدة في الأسبوع.
طيب، وبعد ما أخلص الديرما رولر أستخدم هذا الكريم اللي هو غذاء الملكات من دكتور أورجانيك. طبعا دائما أنا أذكره في المفضلات حقتي، وراح أحط لكم فيديوهات السابقة اللي متكلمة عنه. هذا الكريم بس استخدمته بعد الديرما رولر، بعد ما أحط الديرما رولر أحط الكريم، وشفت فرق مو طبيعي في آثار حبوب الشباب. أفضل كريم شفت إنه فرق مع حبوب الشباب، يعني مع الديرما رولر اللي هو هذا الكريم. على إنه مو طبي، يعني أقصد مو طبي إنه مش بوصفة طبية، يعني هو كريم تقدرين تشترينه من أي مكان، موجود في أي صيدلية، بس إنه رائع. ليش أنا استخدمت هذا الكريم أو حتى ليش شريته؟ لأنه مكتوب إنه لترميم البشرة ومدري إيش، فحسيت إنه حلو، يعني يمكن إعادة بناء البشرة، فهذا راح يفيد. وفعلا شفت فائدة غير طبيعية ورائعة، أنصحكم فيه. وإذا ما توفر أو ما تقدرون، ممكن فيتامين إي، برضو فيتامين إي من أفضل الزيوت للبشرة اللي فعلا راح تشوفون فرق معاها. أو حتى فيتامين سي، أو حتى أي كريم تبغين، أو إذا مو متوفر عندك مو لازم ولا كريم مع ديرما رولر، يعني ممكن بس كريم مرطب بسيط. وبس كانت هذه طريقتي بإني كيف أخفيت آثار الحبوب اللي جتني بفضل ربي الحمد لله. فقلت بس أشارككم بالطريقة اللي أنا استخدمتها، إن شاء الله تفيد معاكم. وبس كان هذا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وكمان قولوا لي تحت رأيكم بالكومنت، أو إذا حابين أي مساعدة أو أي سؤال أنا حاضرة.